السلام عليكم. حرب الرمال، الحرب اللي وقعت ما بين المغرب والجزائر واللي بسببها مازال العلاقه بين البلدين متوتره لحد الان. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على السبب ولا الاسباب اللي خلات هذه الحرب تنوض وشنو وقع فيها. وقبل ما نبداو، الا كنتي اول مره يطلع لك الفيديو ديالنا وباقي ما مشتركش، نتمنى تشترك في القناه ودير جيم الفيديو ويلا نبداو وتبع معايا مزيان باش تفهم كل شيء. بعد ما فرنسا احتلتها الجزائر سنه 1830 كانت المغرب كتستضيف في المدن ديالها المقاومين الجزائريين، كتمدهم بالسلاح والمال باش يقاوموا فرنسا. الشيء اللي خلى انه يكون سبب كافي لاحتلال المغرب من طرف فرنسا، لانها بغات توقف المغرب عن تقديم الدعم اللي كانت كتقدمه للجزائر. فشنو دارت فرنسا؟ هجمت على المدن الحدوديه ديال المغرب بدعوى انها كتلاحق المقاومين اللي كانوا كيهربوا منها نحو الاراضي المغربيه. فقام الجيش المغربي بالتصدي ليها واندلعت بيناتهم حرب تسمات بمعركه إسلام عام 1844. الحرب اللي انتهت بخساره الجيش المغربي، وبهذه الخساره خلت فرنسا تفرض شروط قاسيه على المغرب واحتلت بعض الاراضي المغربيه كعقاب للمغرب، ومنعت المغرب من انها تقدم الدعم للجزائر وتم توقيع معاهده ما بين المغرب وفرنسا سنه 1845. وهذه المعاهده هي معاهده لالا مغني اللي كانت فيها بعض البنود، منها رسم الحدود بين الاراضي المغربيه ومستعمرات الجزائر. اما المناطق الجنوبيه اللي فيها بشار وتندوف تمش ترسيم الحدود فيها بدعوى انها اراضي خاويه وغير صالحه للسكن وما تحتاجش رسم توضيح. غادي تكون فرنسا دارت اول فخ ما بين المغرب والجزائر وهي عدم ترسيم الحدود، وبقى الوضع كما هو حتى لسنه 1912. وبضغوط فرنسيه دارت اتفاقيه بين فرنسا والسلطان المغربي عبد الحفيظ بن الحسن، كيتنازل بموجبها السلطان على سياده المغرب لفرنسا جاعلا المغرب تحت الحمايه الفرنسيه. وفي شهر 11 اي نوفمبر من نفس العام اتفقت اسبانيا مع فرنسا باش يقسموا المغرب، وتم تقسيم المغرب بين فرنسا واسبانيا، بحيث اسبانيا خدات شمال المغرب والجنوب وفرنسا خدات الاراضي المغربيه اللي بقات. اما مدينه طنجه فاختارت الحمايه الدوليه. وبعد اعلان فرنسا الحمايه على المغرب انتشر العنف في اغلب المدن المغربيه اللي تاروا في وجه فرنسا، وكانت فرنسا كتواجههم بالعنف. وبقى الحال كما هو عليه. وفي سنه 1950 غادي تطرا واحد الحاجه اللي غادي تخربق اللعبه كامل، وهي تم اكتشاف مناجم الحديد والمنغنيز في المنطقه الجنوبيه اللي بقات بدون رسم حدود. هنا فرنسا هذه المره غادي تنوض وغادي ترسم الحدود في هذه الاراضي، وغادي تضم عندها الجزائر بالشار وتندوف. ومن هنا غادي يبداو المشاكل ما بين المغرب والجزائر. وبعد ما المغرب خدا الاستقلال ديالو من فرنسا واعترفت اسبانيا باستقلال المغرب طالب بحل مشكله الحدود وارجاع المناطق اللي ضمتها فرنسا للجزائر. ردت عليها فرنسا بانها تعيد لها الاراضي اللي كطالب بها، ولكن بشرط انها تاسس شركه فرنسيه تتكلف باستغلال الموارد المنجميه اللي تكتشفت. والشرط الثاني انها تتوقف عن مسانده ودعم الثوره الجزائريه ضد فرنسا. تم الملك محمد الخامس رفض هذا العرض اللي قدمته فرنسا، واكد ان المشاكل ديال الحدود غادي تحل مع السلطات الجزائريه من الجزائر تاخذ الاستقلال ديالها. ومن بعد ما توفى الملك محمد الخامس وتولى الحكم الابن ديالو الحسن الثاني، وبالضبط في سنه 1961 الملامح ديال الاستقلال بداو كيبانوا في الجزائر. تم الملك الحسن الثاني وقع اتفاق مع رئيس الحكومه الجزائريه المؤقته انذاك فرحات عباس على ضروره بدء المفاوضات باش يحلوا مشكله الحدود بعد ما الجزائر تاخذ الاستقلال ديالها. وبعد ما الجزائر خدات الاستقلال ديالها على فرنسا تولى احمد بن بله رئاسه اول حكومه جزائريه بعد الاستقلال، واعلن ان التراب الجزائري جزء لا يتجزأ. ورفض بن بله وجيش التحرير الجزائري فكره انه يتفاوض على الاراضي اللي ضمتها فرنسا للجزائر. تم الملك الحسن الثاني مشى للجزائر وذكر رئيس الحكومه الجزائريه بالاتفاق اللي وقعوه بين المغرب والحكومه الجزائريه المؤقته بشان وضع الحدود بين المغرب والجزائر. فكان طلب احمد بن بله من الملك الحسن الثاني تاجيل مناقشه الحدود بدعوى ان الجزائر مازال ما تعافت من الاستعمار ومازال كتبني المؤسسات ديالها. وبعد هذه الزياره اللي دار الحسن الثاني للجزائر، الجزائر صرحت ان المغرب عنده اطماع توسعيه في المنطقه، الشيء اللي خلى العلاقه ما بين المغرب والجزائر توتر. تصريح الشيء اللي اعتبره المغرب انها بمثابه الطعنه في الظهر، وتوترت العلاقه ما بين المغرب والجزائر. ثم بدات الجزائر والمغرب كيعززوا من الجنود ديالهم على طول الحدود، وقامت الجزائر بطرد مغاربه من الارض ديالها منهم مواطنين وتجار. من بعد هذا الشيء اللي وقع الاحداث تطورت بواحد الشكل كبير. في سنه 1963 الجزائر غادي تهجم على منطقه حاسي البيضاء. كانت هذه هي الشراره الاولى اللي شعلت حرب الرمال ما بين المغرب والجزائر. وفي 9 اكتوبر سنه 1963 يعني اليوم الثاني من هذا الهجوم، المغرب اعلن ان محميه تندوف وحاسي البيضاء تم الاستيلاء عليهم في هجوم مفاجئ من طرف القوات الجزائريه. الملك الحسن الثاني ما بغاش يدخل في الحرب مع الجزائر وصيفط وفد دبلوماسي للجزائر باش يتفاوض، ولكن المفاوضات وصلت لواحد
الطريق المسدود تما المغرب قام بحشد القوات ديالو على طول الحدود. وفي 14 اكتوبر 1963 الجيش المغربي غادي يبدا العمليات العسكريه ديالو، وغادي يدخل ويقضي على الجيش الجزائري في حاتي البيضاء وتندوف. تما الجزائر قامت بالدخول الى منطقه في الصحراء المغربيه باش تفتح جبهه جديده ديال القتال وتفك الضغط على القوات الجزائريه اللي كانت مهزومه ومحاصره في الجنوب. وفي 15 اكتوبر قامت الجزائر باستدعاء قدامى محاربي جيش التحرير وبدعم من دوله كوبا ومصر، ولا الاشتباك والقتال عنيف. ورغم ذلك الجيش المغربي تمكن من انه يهزم الجيش الجزائري ويجبره على الرجوع على الوطن. في 5 نوفمبر 1963 توقفت الحرب بشكل مؤقت بين البلدين. في 20 نوفمبر 1964 قدرت جامعه الدول العربيه ومنظمه الوحده الافريقيه انها تخلي المغرب والجزائر يوقعوا اتفاقيات وقف اطلاق النار وتحديد منطقه منزوعه السلاح، بالاضافه الى ترسيم الحدود. حتى لهنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. نتمنى تشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم الفيديوهات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.